عليكم، أسعد الله مساكم. حبيت أوجه نصيحة لبعض الإخوة السعوديين، مش الكل، بعض الإخوة السعوديين الذين يصلون في المساجد تحصلوا أكثر من الحركة في الشمال، في هذا يمسك كذا ومدري إيش، يمكن حتى يتصل في وقت الصلاة. هذا ما يجوز يا أخوي. الدين النصيحة. يعني أنتم لا هو أجنبي ولا ذا بتنصحوا بتلوموا، واحتمال تكون بالعقال تخبط تخلى عليه، لكن أنتم لا ابن البلد. يعني ابن البلد حتى لو ضرب وقت الصلاة عادي مسموح له، لأنه ابن البلد. حتى لو طقع، يعني أنتم تقولوا يطقع احنا نقول يضرب، يعني جائز. طالما أنت جائز إنه يتحرك وجائز إنك وقت السجود تمسك كذا. إذا كان هذا هذيك خلي في البيت، مش ضروري تلبس الشماغ. أنت جاي بيت الله، بيت الذي يعني كل الناس سواسية. ولذلك عادكم تلوم الحوثيين ليش؟ يصلوا مسربلين، يصلي مسربل لكن زي الألف تحصلوا ما يتحرك حركة واحدة. لا تحرك حركة واحدة يحركوه ولا الآخرة. طبعا هذا الحوثيين كذا يصلوا مسربلين، إحنا نظام لكن ما فيش حركة برضو، يعني في فرق. لذلك طبعا هذا إذا هو آذيك خليه في البيت، مش ضروري تشيله. إحنا معنا معلش اعذرونا، مثلنا في قايش، هم عندهم عقاد، إحنا عندنا قايشات. يعني لا أم يعمل له حركة في الصلاة ذا أنا قايش أبوه بالقايش. قل بقى لازم الحركة الصلاة لاحترام. إذا كان عجبكم المقطع أرجوكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.